السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم نورني ومشرفني. النهارده ان شاء الله انا هقول لكم عن علامات في منطقه البطن هتعرفك ان انت حامل، وحاجات معينه لو حسيتي بيها ان شاء الله باذن ربنا في رمضان او غير رمضان اعرفي ان انت حامل ان شاء الله باذن رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعله شهر الخير والسعاده، ويجعله شهر الكرم يا رب عليكم ان شاء الله. يكرمكم في ذريه صالحه، ويكرمكم بكل اللي تتمنوه حبايب قلبي يا رب العالمين. النهارده الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وعايزك تسمعي الكلمتين اللي انا هقولهم لك دول عشان تقدري تحددي بنفسك اذا كان في حمل ولا لا، بدون اختبار منزلي وبدون فحص حمل ان شاء الله. طبعا قبل ما ابدا بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك مهم جدا عشان يرفع الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، كمان هو دعم منك للقناه، فما تنسونيش في اللايك يا احلى واغلى اخوات. وبعدين احنا في شهر الكرم يعني، والكرم سمة العظماء، فبالله عليكم ما تنسونيش في اللايك من ايديكم الحلوه يا احلى واغلى اخوات. طيب هنبدا كده في الفيديو بتاع النهارده ونشوف ايه هي العلامات دي، وركزي معايا في الكلمتين اللي انا هقولهم دول. اولا في علامات كده اثناء المباشره بتعرفك ان تم حدوث الحمل، والعلامات دي مميزه سبحان الله، هي بتفرق من واحده للتانيه، ولكن هي بتكون بتحصل عند الاغلبيه. في اللي بيركز وبيعرفها، وفي اللي مش بيركز فيها او مش بيبقى يعني واخد باله منها، فما بيقدرش ان هو يكتشف ان هو حصل حمل. مبدئيا كده من بعد العلاقة مباشرة لو لقيتي، طبعا بعد العلاقة مباشرة بيبدأ ينزل الجزء اللي هو الباقي من السائل المنوي، تمام. الجزء اللي هو الباقي بيبقى عامل زي الميه، يعني بتلاقي ان كأن ميه نزلت عليكي، تمام. فاعرفي ان طول ما في الميه دي بتنزل عليكي ان مفيش حمل. سبحان الله سبحان الله، وقت ما بيحصل تلقيح البويضه وبيحصل حدوث الحمل بتلاقي ان كل الرحم امتص كل كميه السائل المنوي ومنزلش منها اي حاجه نهائيا، تمام. سبحان الله، بيبقى الرحم مهيأ ان هو يمتص كل كمية السائل المنوي وما ينزلش اي حاجة، ولا ينزل مية ولا ينزل باقي من السائل المنوي ولا اي حاجة. بيبقى الرحم مهيأ ان هو يمتص كل كمية السائل المنوي. طبعا احنا عارفين ان البويضة ما بتتلقحش غير بحيوان منوي واحد بس، ولكن الرحم نفسه بيبقى مهيأ، يعني الرحم لا فيه برد في الرحم ولا فيه اي حاجه، والرحم نضيف ومهيأ، تمام. فبيمتص كل كميه السائل المنوي، فتيجي بعد العلاقه بعد ربع ساعه او نص ساعه ما بينزلش عليكي اي كميه من السائل خالص، ولا بينزل ميه خالص عليكي. فاعرف ان دي علامه تلقاح البويضه، لان الرحم لو امتص كل كميه السائل المنوي، تمام، والبويضه لقطت حيوان منوي، اعرف ان دي علامه تلقاح البويضه، لان هو عدم حدوث او عدم نزول اي سائل منوي بعد العلاقه. تاني حاجه بتلاقي ان في نغزات في منطقه البطن، او في نغزه من المبيض اللي هو بيبقى المبيض الايمن او المبيض الايسر، بيبقى في نغزه بتشد من المبيض دي، من المكان اللي خرج منه البويضه، بتشد لحد الرحم، تمام. وده اثناء تلقيح البويضه، او اثناء ما البويضه اتلقحت وتم التلقيح بتلاقي ان في النغزه دي بتشد من مكان المبيض لحد الرحم، فدي على طول اعرف ان علامه تلقيح البويضه وعلامه حدوث الحمل. وعلى فكره حصلت مع ناس كتير، كانت في بنات بتيجي تقول لي انا بعد العلاقه وبحس ان في حاجه اتشدت من المبيض كده لحد الرحم، كأن في شده كده او نغزه جات لي في المكان ده، وفي الم ومغص بيحصل لي في الرحم. فدي على طول علامة تلقيح البويضة وعلامة حدوث الحمل، لأنها ما بتحصلش مع أي حد. أولا كون إن يحصلك تقل أسفل البطن بعد العلاقة، أو شدة في منطقة المبيض، أو ألم بعد العلاقة في منطقة المبيض أو الرحم، اعرفي إن تم تلقيح البويضة وإن تم حدوث الحمل إن شاء الله بإذن ربنا. العلامة اللي بعد كده اللي بتدل على تلقيح البويضة وبتدل على حدوث الحمل، إنك تبدأي تحسي ان في كثرة في التبول، وان في ضغط على منطقة اسفل البطن. تلاقي المنطقة اسفل البطن كأن في ضغط عليها، كأن في تقل في المنطقة دي، فالتقل ده بينتج عنه دخول الحمام بكثرة. تلاقي نفسك انت بتدخلي الحمام كتير جدا بعكس ما انت معتادة، او بعكس ما انت بتكوني
يعني مثلا ايه، في الطبيعي طبعا بيكون دخول الحمام ده بيكون من مرة لمرة، فدي علامة مؤكدة بتدل على حدوث الحمل، اللي هي الثقل أسفل البطن مع دخول الحمام أو التبول بكثرة. البول اللي هو الطبيعي جدا، بتلاقي نفسك بدل مرتين أو 3 في اليوم بتلاقي نفسك مش قادرة تمسكي نفسك. ده اللي انت بتلاحظيه، ان فعلا بتكوني مش قادرة تمسكي نفسك. فطبيعي جدا ان مثلا التبول بيكون مرتين او 3 مرات في اليوم، لكن اثناء الحمل بيحصل التبول كتير جدا، بس بطريقة معينة ان انت ما بتكونيش قادرة تمسكي نفسك. تمام، يعني ما بتكونيش قادرة تتحملي او تمسكي نفسك، فبتلاقي نفسك طبيعي ان انت لازم تدخلي الحمام. العلامة اللي بعد كده اللي بتدل على تلقيح البويضة هو نزول قطرات من الدم في اليوم 21 من أول يوم للدورة. قطرة من الدم بتنزل في اليوم 21 أو 22 من أول يوم للدورة. القطرة من الدم دي بتعرفك إن تم تلقيح البويضة وإن تم حدوث الحمل، وهي علامة مؤكدة بتدل على تلقيح البويضة وبتدل على حدوث الحمل إن شاء الله بإذن رب العالمين. العلامة اللي بعد كده هو مغص وتقلصات بتشبه تقلصات الدورة الشهرية قبل ميعاد الدورة ب8 أيام أو 7 أيام. تلاقي نفسك ان انتي في اليوم 21 او 22 اللي انا قلتلك بينزل فيهم قطرة من الدم. في الفترة دي بيبدأ يحصلك تقلصات ومغص بيشبهوا تقلصات ومغص الدورة الشهرية. فبيكون طبعا مش ميعاد الدورة وبيحصل تقلصات ومغص، فدي برضو علامة مؤكدة بتدل على تلقيح البويضة وبتدل على حدوث الحمل، وهي من اقوى العلامات اللي بتدل على تلقيح البويضة وبتدل على حدوث الحمل. العلامة اللي بعد كده اللي بتدل على تلقيح البويضة وبتدل على حدوث الحمل ان بتبدأي في الفترة دي تلاقي نفسك ان انت عندك احساس غريب، يعني بمعنى خمول، تعب، ارهاق، عدم قدرة على القيام بالاعمال المنزلية، اجهاد، عصبية، توتر. فبتلاقي نفسك ان مودك مش طبيعي بعكس ما انت تكوني طبيعية جدا. فبتلاقي نفسك ان انت عندك اعراض مش معتاد عليها او بتكون غريبة عليكي، فدي برضو علامة بتدل على تلقيح البويضة وبتدل على حدوث الحمل. كل العلامات دي اللي انا قلتها بتقدري تلاحظيها وبتقدري تعرفي من الناس كان حصل حمل ولا لا. اقوى علامة فيهم طبعا ان بيبدأ يحصل لك نغزات في منطقة المهبل ونغزات في منطقة الثدي. فكون ان يحصل لك نغزات في منطقة المهبل ونغزات في منطقة الثدي اعرفي ان تم تلقيح البويضة وان تم حدوث الحمل. ودي برضو بتحسيها بعد التبويض، تلاقي ان كل ما تيجي تقومي او تقعدي في نغز بيحصل لك في منطقه المهبل ومنطقه الثدي. بكده يا حبايبي انا خلاص الفيديو بتاع النهارده انهيته. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون قدرت اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتوا بتحبوها واللي انتوا بتحتاجوها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.